إفراد الأسرة بطريقة كبيرة واضحة جلية، يعني أكو تشفي، أكو نوع من الغيظ، أكو نوع، هذا علامة. 4 عدم وجود البركة في الرزق رغم دروره، كما يعبر الإمام الصادق، يعني راتب خير وأموال بس ماكو بركة. والنقطة الخامسة وهي الأهم، عدم التوفق للصلاة. هال5 علامات أستاذ محمود إذا وجدت في بيت فهي علامة على أن هذا البيت مخترق، مو يحوم حوله. ماكو بيت ما يحوم حول الشيطان أستاذ محمود، لكن يخترقه. أحسنت. المشكلة إذا اخترق، وكما قلنا قبل قليل الشيطان يحوم حول ابن آدم إلى أن يجد منفذا، فإذا وجد نفذ. أمير المؤمنين شو يقول؟ يقول فعاش في صدورهم وباض في قلوبهم وأفرخ. لماذا؟ لأنه وجد منفذا.